السلام عليكم. تستعد الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة لقفزة نوعية وتحول حضاري واقتصادي غير مسبوق، فكأس العالم 2030 حدث رياضي يترقبه العالم، لكن بالنسبة للدار البيضاء هو أكثر من مجرد كرة قدم. إنه شرارة لإشعال ثورة عمرانية واقتصادية غير مسبوقة، من ملعب سيكون الأضخم في القارة إلى شبكة نقل حديثة ستغير طريقة حياتنا. الدار البيضاء تتجهز لقفزة نوعية ستذهل الجميع. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة إلى المستقبل لنكتشف كيف سيعيد أكثر من 20 مشروعا عملاقا تشكيل وجه الدار البيضاء بحلول عام 2030 ضمن رؤية ملكية طموحة ومتكاملة لتحويل الدار البيضاء لمركز حضري عالمي ومدينة تليق بمكانة المغرب. لكن قبل ذلك المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مشروع المطار الجديد بالدار البيضاء. في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المغرب كمركز محوري للنقل الجوي في إفريقيا، يسعى المكتب الوطني للمطارات من خلال مشروع توسعة ضخمة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً. وتتجاوز هذه التوسعة مجرد إضافة مبان جديدة لتشمل تحديثا شاملا للبنية التحتية الجوية، مما يضمن أعلى معايير الكفاءة والأمان. ويهدف المشروع إلى خدمة قطاعات السياحة والأعمال والاستثمار، كما أنه يعد استثمارا استراتيجيا يهدف إلى مواكبة التطورات العالمية ودعم النمو الاقتصادي، مما يعكس التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية بما يخدم أهدافه التنموية الشاملة. مشروع القطار الفائق السرعة القنيطرة الدار البيضاء مراكش. يعتبر مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش امتدادا حيويا لخط البراق، وقد انطلقت أشغال إنجازه في أبريل 2025 بميزانية تقدر ب53 مليار درهم، ويعد هذا المشروع جزءا من خطة استثمارية شاملة لتحديث شبكة السكك الحديدية المغربية. هذا ويهدف المشروع الذي يبلغ طوله 430 كيلومترا إلى تقليص مدة السفر بين طنجة ومراكش إلى 2:40 دقيقة، كما سيلعب دورا محوريا في دعم مونديال 2030 من خلال ربط المدن الكبرى ومطاراتها بملعب بن سليمان. وتتولى تنفيذ المشروع شركات عالمية ومغربية مثل تشاينا أوفرسيز إنجينيرينج وتي جي سي سي وجي تي آر، وبإشراف من إيجيس ونوفيك وسيسبا، بينما فازت شركة ألستوم الفرنسية بعقد توريد 18 قطارا فائق السرعة. ملعب الحسن الثاني الكبير. في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، يبرز مشروع ملعب الحسن الثاني الكبير كأحد أهم المشاريع وأكثرها طموحا. لا يمثل هذا الصرح الرياضي مجرد منشأة لمباريات كرة القدم، بل يجسد رؤية ملكية طموحة لتحويل المغرب إلى مركز رياضي عالمي. بتصميم يجمع بين الأصالة المغربية والمعاصرة، يستوحي الملعب خطوطه الهندسية من خيام المواسم، مع استخدام بنية فولاذية حديثة تضمن استيفاء كافة المعايير العالمية بسعة تزيد عن 115,000 متفرج. سيصبح ملعب الحسن الثاني الأكبر عالميا ومؤهلا لاستضافة أهم مباريات البطولة على غرار الافتتاح والنهائي. هذا وانطلقت أشغال المشروع الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 5 مليارات درهم على يد تحالف يضم شركتي SGTM و TGCC، ومن المتوقع أن يتم إنجازه في غضون 3 سنوات،
مما يؤكد جاهزية المغرب قبل انطلاق الحدث العالمي. شبكة النقل الحضري المتكاملة. لطالما كان الازدحام المروري تحديا كبيرا في الدار البيضاء، لكن المدينة قررت مواجهته بحل متكامل. يعتمد هذا الحل على خطوط ترام واي وباص واي جديدة تتمثل في الخط الثالث والرابع لترام واي الدار البيضاء، التي ستكمل الشبكة الحالية لتغطي أحياء جديدة وتجعل التنقل اليومي أسهل. أما خطوط الباص واي فهي نظام نقل سريع يعتمد على حافلات حديثة تسير في مسارات خاصة بها، مما يضمن وصولا سريعا وفعالا للمسافرين. الفكرة ليست فقط في إضافة خطوط جديدة، بل في تكاملها، حيث ستعمل هذه الأنظمة معا كشبكة واحدة، مما يمنح السكان خيارات متنوعة للتنقل دون الحاجة إلى استخدام سياراتهم الخاصة، كما سيقلل هذا النظام من التلوث ويعزز من جودة الحياة. الطريق السيار القاري الدار البيضاء الرباط. يهدف مشروع الطريق السيار القاري بين مدينتي الرباط والدار البيضاء إلى تخفيف الضغط على الطريق السيار الحالي وتحسين الحركة المرورية بين المدينتين، ويبلغ طوله حوالي 60 كيلومترا، ويتكون من 3 مسارات في كل اتجاه. هذا الطريق صمم للمرور بالقرب من مدينة بن سليمان، وبمحاذاة ملعب الحسن الثاني الكبير ومطار بن سليمان، ومن المقرر له أن يلعب دورا محوريا في تنقل الجماهير من كافة الاتجاهات إلى ملعب الحسن الثاني خلال مونديال 2030. وتشهد وتيرة إنجاز المشروع تسارعا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه ويدخل حيز الخدمة في عام 2030. هذا الطريق لن يكون مجرد طريق بديل، بل سيكون شريانا حيويا جديدا يربط بين العاصمة الاقتصادية والسياسية، مما يسهل حركة السلع والأفراد بين المدينتين. مشروع محطة القطار الدار البيضاء الجنوبية. تواصل مدينة الدار البيضاء جهودها لتطوير البنية التحتية للنقل السككي، حيث انطلقت أشغال تهيئة موقع محطة القطار الدار البيضاء الجنوبية، والتي ستكون من بين أكبر المحطات السككية في المغرب حسب ما أعلنته ONCF على فيسبوك. ويعد هذا المشروع استراتيجيا ويهدف إلى تحويل المحطة إلى نقطة تقاطع رئيسية لمختلف شبكات القطارات. كما تهدف المحطة الجديدة التي ستكلف ميزانية تقدر ب550 مليون درهم إلى استيعاب القطار فائق السرعة البراق، بالإضافة إلى القطار الجهوي السريع والقطارات العادية. هذا وتم التركيز في تصميم المحطة على الحداثة والاستدامة، حيث تتنافس عدة مكاتب هندسية معمارية لتقديم تصاميم تجمع بين الطابع المغربي الأصيل والتكنولوجيا الحديثة. وستعتمد المحطة على الطاقة النظيفة مع توفير مساحات خضراء لتكون نموذجا للبناء المستدام. مشروع تثليث الطريق المداري للدار البيضاء والطريق السيار الدار البيضاء برشيد. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية الطرقية وزيادة انسيابية حركة السير بجهة الدار البيضاء السطات. وتبلغ ميزانية المشروع 2.5 مليار درهم، ويهدف إلى توسيع الطريق من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، ويشمل بناء بدالين جديدين، الأول على الطريق الجهوية 315 والثاني على الطريق الوطنية رقم 9 الذي سيخدم مطار محمد الخامس. كما يتضمن بناء 4 جسور و24 منشأة لإعادة ربط الطرق المتقاطعة، بالإضافة إلى إنجاز 72 كيلومترا من قنوات تصريف مياه الأمطار. وقد تم الانتهاء من أعمال التثليث والتقوية على الطريق المداري للدار البيضاء،
والطريق الرابط بين سيدي معروف والمطار. أما فيما يخص المشروع الأوسع، فقد وصلت نسبة تقدم الأشغال إلى أكثر من 90%، مع توقعات بانتهاء جميع الأعمال في نهاية السنة الحالية. مشروع كازابلانكا تيك فالي. بدأت التحضيرات لتنفيذ مشروع كازابلانكا تيك فالي في منطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء، حيث تم تسييج الموقع ووضع اللافتات على شارع عبد القادر الصحراوي. هذا المشروع التكنولوجي الجديد الذي تشرف عليه شركة إيوان التابعة لمجموعة CDG يعتبر امتدادا لمجمع كازا نيرشور في سيدي معروف، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية والابتكار في العاصمة الاقتصادية. كما يمثل كازابلانكا تيك فالي رؤية طموحة لمدينة متوازنة وتنافسية وقادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل ذات القيمة المضافة، كما يرسخ مكانة الدار البيضاء كمركز تكنولوجي إفريقي بامتياز. ويأتي هذا المشروع في انسجام تام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مؤسسا لتوجه واضح يجعل من التكنولوجيا والابتكار دعامة رئيسية للتنمية الحضرية الشاملة. مدينة أنفا الجديدة. يهدف مشروع مدينة كازا أنفا إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الحضري للدار البيضاء، حيث تبنى مدينة المستقبل على مساحة 350 هكتارا لتقدم رؤية متكاملة للحياة العصرية. ويتجسد هذا المشروع في إنشاء قطب مالي جديد يطمح إلى استقطاب الشركات العالمية المرموقة، مما يعزز مكانة المدينة كمركز مالي إقليمي رائد. إلى جانب الأبراج المكتبية التي تشكل محور النشاط الاقتصادي، تتميز مدينة كازا أنفا بتكامل مرافقها، حيث تم تصميمها لتوفير جودة حياة عالية لسكانها، لتضم المدينة مساحات خضراء شاسعة ومؤسسات تعليمية ومراكز تسوق، بالإضافة إلى أماكن متنوعة للترفيه، مما يسمح للمقيمين بالاستفادة من جميع الخدمات الأساسية والترفيهية دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة. ويشهد القطب حاليا ميلاد العديد من الأبراج الجديدة كبرج إم تاور وبرج وليل ستريت وبرج شيفت تاور. مدينة إزناتا الجديدة إزناتا إيكو سيتي. تمثل مدينة إزناتا الجديدة نموذجا رائدا للتنمية المستدامة بالمغرب، حيث تجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة. وتقع المدينة بين الدار البيضاء والمحمدية، وتتميز بتصميمها البيئي الذي يراعي معايير بيئية عالية. ويهدف المشروع إلى توفير مساحات خضراء واسعة لتعزيز جودة الهواء وخلق بيئة صحية، إضافة إلى تبني حلول بيئية مبتكرة في إدارة النفايات واستهلاك الطاقة. كما تركز المدينة على تشجيع التنقل المستدام عبر توفير مسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، مما يقلل من الاعتماد على السيارات. وبفضل موقعها الاستراتيجي وتخطيطها المستدام، تعتبر إزناتا الجديدة حلقة وصل حيوية ونموذجا عصريا للمدن الصديقة للبيئة. تطوير المارينا والواجهة البحرية. تشهد مدينة الدار البيضاء حاليا نهضة حضرية تهدف إلى تعزيز علاقتها بساحلها البحري وإعادة تأهيل واجهتها البحرية. ويتركز هذا التوجه على إنجاز عدة مشاريع كبرى، أبرزها مشروع مارينا الدار البيضاء وإعادة تهيئة كورنيش عين السبع، بهدف تحويل الواجهة البحرية إلى وجهة سياحية وترفيهية ذات مستوى عالمي. إضافة إلى ذلك، يسعى مشروع تهيئة المحج الملكي
إلى إعادة إحياء هذا الشارع التاريخي ومنحه بريقا جديدا، مما سيخلق محورا عصريا وأنيقا يربط قلب المدينة بالشاطئ بشكل سلس. ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على الجانب الترفيهي فحسب، بل تمتد لتشكل محفزات اقتصادية قوية، فهي تساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات إلى قطاعي السياحة والخدمات، كما أنها تلعب دورا حيويا في توفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من الدينامية الاقتصادية للمدينة ويدعم نموها المستدام. مشروع قصر المؤتمرات أنفا بارك. سيقام المشروع على مساحة 9 هكتارات في قلب منطقة أنفا بارك، بتكلفة تقديرية تتراوح بين 3 و4 مليارات درهم، وسيكون تمويله مشتركا بين القطاع العام والخاص من خلال شراكة بين مجلس جهة الدار البيضاء السطات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومن المتوقع أن يستغرق إنجاز المشروع ما بين 5 و6 سنوات. ويهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية حديثة قادرة على استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، مما سيسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة التجارية والثقافية بالمدينة. محطة تحلية مياه البحر. مشروع محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء هو خطوة استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي بجهة الدار البيضاء السطات، وتقع المحطة بجماعة المهارزة الساحل، وتهدف لتكون الأكبر في إفريقيا بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا عند اكتمالها. وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع في يناير 2024 ضغط المروري والسوق المركزي الذي يعاد تأهيله مع الحفاظ على طابعه المعماري، كما تشمل الجهود سوق درب غلف الذي سيتم تنظيم فضائه، بالإضافة إلى أسواق القرب في الأحياء الشعبية، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للسكان. مشروع المحج الملكي وإعادة تأهيل المدينة القديمة. تعتبر خطة إعادة تأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء مشروعا طموحا يهدف إلى تحويل هذه المنطقة التاريخية إلى فضاء حضري متكامل يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات الحاضر. ويتضمن هذا المشروع عدة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها مشروع المحج الملكي. ويهدف مشروع المحج الملكي إلى إحداث شارع واسع يربط بين مسجد الحسن الثاني وشارع الجيش الملكي، وهو مصمم ليكون شريانا حضريا يسهل الولوج إلى المدينة القديمة ويعزز من جاذبيتها. لا يقتصر التأهيل على المحج الملكي فقط، بل يشمل برامج متكاملة تهدف إلى تحسين ظروف السكن من خلال معالجة مشكلة المنازل المهددة بالانهيار وتوفير بدائل للسكان. تطوير كورنيش عين الذياب والعنق. يمثل مشروع تطوير كورنيش عين الذياب والعنق جزءا محوريا من استراتيجية شاملة لتأهيل وتثمين الواجهة البحرية للدار البيضاء، ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز جاذبية المدينة وتحويل الكورنيش إلى فضاء حضري وترفيهي متكامل. هذا ويتكون المشروع الذي تشرف عليه شركة الدار البيضاء للتهيئة من عدة أقطاب متخصصة، يشمل ذلك قطبا للاحتفالات يستضيف الفعاليات الكبرى، وقطبا سياحيا يضم مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية لخدمة الزوار، بالإضافة إلى قطب يوفر مساحات خضراء ومسارات للمشي والجري. مشاريع المدن الخضراء والمناطق الصناعية المستدامة. استجابة لتوجه المغرب نحو الاقتصاد الأخضر،
تشهد الدار البيضاء عدة مبادرات ومشاريع تدمج الممارسات البيئية في قطاعها الصناعي، ومن أبرز هذه المشاريع المنطقة الصناعية أهل الغلام، التي تمثل نموذجا للتنمية المستدامة، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاعي الجلد والنسيج مع توفير حلول عقارية مرنة. كما تبرز مشاريع عمرانية ضخمة ضمن مفهوم المدينة الخضراء، مثل مشروع بوسكورة الخضراء الذي يجمع بين السكن والمرافق والقطاعات الصناعية مع التركيز على البيئة. هذه المبادرات جزء من برنامج جهوي يمتد حتى عام 2027 يهدف إلى إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتعزز الكفاءة الطاقية وإدارة الموارد. وبشكل عام تعكس هذه المشاريع التزام المغرب بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. تطوير منطقة الخدمات اللوجستية بميناء الدار البيضاء. يعد ميناء الدار البيضاء مركزا لوجستيا رئيسيا في المغرب، ويشهد حاليا عدة مشاريع تطويرية استراتيجية لمواكبة النمو في التجارة البحرية، وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين البنية التحتية للميناء وزيادة كفاءته، من أهمها مشروع تعميق المحطة متعددة الاستخدامات الذي سيسمح للميناء باستقبال سفن أكبر حجما، مما يعزز من تنافسيته ويقلل تكاليف الشحن. إلى جانب ذلك يجري العمل على مشروع إزنات اللوجستي الضخم الذي يمتد على مساحة 380 هكتارا، ويوفر مستودعات لتنظيم حركة التخزين والتوزيع، مما يساهم في تخفيف الازدحام المروري المرتبط بأنشطة الميناء. كما يتم تطوير منطقة لوجستية أخرى في النواصر لدعم البنية التحتية اللوجستية استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، وتساهم هذه المنطقة في توفير آلاف فرص العمل. باختصار، تشكل هذه المشاريع خطة متكاملة لتحديث ميناء الدار البيضاء وتعزيز مكانته كقطب اقتصادي ولوجستي محوري. تكنوبارك الدار البيضاء يوسع نشاطه بالمغرب. تعتبر منطقة التكنوبارك بالدار البيضاء من أبرز المنصات التكنولوجية في المغرب، وقد وضعت استراتيجية طموحة للتوسع تحت اسم تكنوبارك 2027. لا تقتصر هذه الخطة على إضافة مساحات جديدة في الدار البيضاء، بل تهدف إلى إنشاء فروع جديدة في مدن أخرى مثل وجدة، تزنت، وفاس. ويهدف هذا التوسع إلى دعم الشركات الناشئة في مختلف مناطق المملكة، وتوفير بيئة عمل ملائمة لها، بما في ذلك التدريب والوصول إلى التمويل. كما تسعى الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوزيع الفرص الاقتصادية والتقنية بشكل متوازن على الصعيد الوطني. كما رأيتم، الدار البيضاء لا تبني مشاريع فقط، بل تبني مستقبلا. كل حجر يوضع اليوم هو خطوة نحو مدينة أكثر حداثة، استدامة، وجمالا. هذه المشاريع هي انعكاس لرؤية طموحة، وتأكيد على أن الدار البيضاء ستظل القلب النابض للمغرب، ولكن بملامح عالمية. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الرحلة. أخبرونا في التعليقات أي مشروع من هذه المشاريع أثار اهتمامكم أكثر، ولا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المتميز. إلى اللقاء في رحلة قادمة.